حيث العرب تحت مظلة الحلم، وحيث الأجواء ما زالت تدون في الذاكرة أجمل الذكريات. هنا الروح واحدة والهوية عربية بامتياز. تستمر الليالي الجميلة في هذا العرس العربي الكبير، لكن وكما يقولون الأيام الجميلة تمضي سريعا. الليلة وصلنا إلى آخر أيام مرحلة المجموعات هنا، وحيث القمة الجزائرية العراقية ما بين محارب الصحراء من لهم في التاريخ صولات وجولات. منتخب الجزائر حامل اللقب وصاحب التاج، والمنتخب الذي كتب التاريخ في ملعب البيت قبل 4 سنوات أمام العراق القادم من بلد الحضارات، ملك البطولة وسيد ألقابها وملك كل أرقامها على مدار التاريخ. هنا في هذه القمة العربية في استاد خليفة الدولي، قمة الذهب ما بين أكثر المتوجين بهذه البطولة أمام حامل اللقب. الموضوع هو موضوع صدارة، فمن سيكون أولا ليضرب موعدا أمام المنتخب الإماراتي في ربع نهائي البطولة، ومن سيكون ثانيا ليواجه النشامة في دور الثمانية الكبار. مباراة إذن ستنطلق ما بين المنتخبين. يا الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان في هذا اللقاء الذي سينطلق بعد قليل، وفي هذه العراقي اليوم في ظل غياب جلال حسن الاسم الذي لا يتواجد في هذا اللقاء. هنا كرة جزائرية منقولة، كرة عن طريق ياسين، عن طريق السحار، عن طريق ملك المباراة النهائية في النسخة الماضية أمام منتخب تونس. ياسين بالهدف الثاني. الجزائر بطلا لبطولة كأس العرب في نسخة 2021. Commit a foul. Gassas was in the leg. The final decision is cancel yellow card and red card. إذن بطاقة حمراء ستكون من نصيب اللاعب حسين علي. إلغاء البطاقة الصفراء، وبالتالي منح البطاقة الحمراء لحسين علي، وبطاقة حمراء مبكرة هنا تظهر للاعب المنتخب العراقي. بطاقة حمراء على اللاعب حسين علي. في هذه اللحظات لاعب المنتخب العراقي سيغادر مطرودا بالبطاقة الحمراء. شاهدوا دموع حسين علي، ربما لم يكن قد تدخل عن قصد في اللقطة الماضية، لكنه وقع في المحظور في هذه اللقطة. ستلعب لمصلحة المنتخب الجزائري عن طريق ياسين، عرضية راسية جزائرية. الكرة بتعود بعد ذلك كما زالت، لكنها تتحول إلى خطأ. إلى ماذا؟ إلى خطأ أم إلى ركلة جزاء؟ إلى ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الجزائري. نعم، يأتي القرار هنا من عبد الرحمن الجاسم تحت أنظار الأسطورة يونس محمود، أسطورة كرة القدم العراقية، تحت أنظار جراهام آرنولد. هناك قرار يأتي بعد البطاقة الحمراء، هناك سيعود. There is a player number 4 from Algeria was in offside position. The final decision is offside. إذن التسلل كان موجود على محمد أمين توغاي في البداية. التسلل كان موجود على محمد أمين توغاي هنا في هذه اللحظة. نعم، التسلل كان موجود، وبالتالي الركلة الجزائية تلغى والكرة ستنفذ لمصلحة المنتخب العراقي من ركلة حرة غير مباشرة. مباراة مثيرة في بدايتها على مستوى القرارات التحكيمية. هناك حالة طرد كانت على حسين علي، وبعد ذلك ركلة جزاء تلغى في هذه الأثناء لأن هناك تسلل كان على محمد أمين توغاي في اللقطة الأخيرة. كرة تلعب لمصلحة المنتخب الجزائري، كرة بتعود عراقية عند حارس المرمى فهد طالب، يلعب له كرة طويلة بعد ذلك في اليسار. السرعة حاضرة، التقدم المهند، علي يحاول فيها لكن التغطية هنا من جانب أشرف عبادة في اللقطة الماضية. تماس في كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، راسية، كرة عراقية، فرصة جول. الله، العراق بنزية يحاول فيها، منقولة عن طريق السحار، عن طريق ياسين في نقلة، في تمريرة، في فرصة جزائرية. الكرة ما زالت ياسين إبراهيمي والعرضية عالية. الله، خطيرة كرة
رضوان بركان في اللقطة الماضية، لكن وجدت حارس المرمى فالطالب. إبراهيمي ما زال، ياسين في لمسة، تمريرة من الطرف الأيسر، محاولة جزائرية هنا في اليسار، مقولة عن طريق ياسين. إبراهيمي في كرة مستمر، إبراهيمي عرضية ولا أروع، الله على كرة جزائرية. الكرة ما زالت بتعود من جديد خطيرة، لكنها أصبحت عراقية من اليمين. بعد ذلك ترسل هذه الكرة طويلة باتجاه مهند علي، السباق من أجل كرة، لكن أشرف عبادة في تغطية أمام ميمي والاستفادة من رمية جانبية لمصطفى عطال في اللقطة الماضية. بينما كرة جزائرية بولبينا يحاول فيها، لكنها في الأخير إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية، إلى ركلة مرمى. إشارة حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم إلى ركلة ركنية. سريع الكرة عن طريق بولبينا راح، بولبينا تقدم، بولبينا يحاول، وصلت إلى ياسين إبراهيمي في لمسة، تمريرة عرضية ترسل، منقولة إلى ياسين. إبراهيمي من جديد من الطرف الأيمن يحاول أن يمر، لكن في الأخير ميثم جبار والتدخل في اللقطة الأخيرة، ومن ثم السقوط. عدد جزائرية بنزية ياسين في الطرف الأيسر، ياسين بالمهارة يريد أن يمر، إبراهيمي في كرة يا عيني، الله 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 الله، إنه السحار، إنه ياسين إبراهيمي في لمحة مهارية جزائرية مميزة، لكن لدينا كرة عراقية، انطلاقة العراق، كرة عن طريق مهند علي، تدخل كان موجود وصافرة على يوسف عطال، خطأ لمصلحة المنتخب العراقي في اللقطة الماضية. خطأ لمهند علي العراقي. مكنزي تقدم في الطرف الايسر، مكنزي يبحث عن زميل، الانطلاقه من امام عباده، واشرف غطى في اللقطه الماضيه وتحصل كذلك على خطا في الكره الاخيره. خطا موجود، حاول فيها ياسين ما زال، إبراهيمي والتصويب، إبراهيمي في كرة مستمر، مطالبة بوجود لمسة يد، الإبعاد والتشديد في اللقطة الماضية. ياسين إبراهيمي يطالب بركلة جزاء في اللقطة الماضية. هل فيها شيء؟ الكرة الأخيرة حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم يتحدث مع حكم تقنية الفيديو. هذه هي اللقطة الأخيرة هنا. نعم ما فيها شيء. الكرة الأخيرة بقرار الحكم عبد الرحمن الجاسم، تمريرة بينية، انطلاقة بولبينا عرضية، لكنها في الأخير تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب. في الأول من ركلة ركنية، بولبينا عرضية، كرة جزائرية من هذه المسافة، تصويبة لكنها بتعود سهلة عند حارس المرمى. منقولة كرة عن طريق فيكتور لكحل، تمريرة بكرة ترسل طويلة من الطرف الأيمن عن طريق عادل. بولبينا عنده كرة يحاول فيها، بولبينا في محاولة مرور لاعب نادي الدحيل قبل أسابيع. كرة للمحاربين، كرة للمنتخب الجزائري، منقولة كرة، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، عطال في لمسة، بولبينا في كرة، بولبينا ما زال، بولبينا عرضية خطيرة جزائرية، لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركض. باعوا شواري في الاستلام، هواري لمسة إلى ياسين إبراهيمي، ينقل الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الجزائري، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيمن عن طريق عطال يحاول، عطال يمرر، عطال انطلق، عطال في كرة ما زال، لكن في الأخير التغطية الدفاعية العراقي أشرف عبادة. وصلت الكرة، تمرير في وسط الميدان عن طريق يوسف عطال، يحاول أن يمر، عطال يسقط. السودان لا شيء، هنا الجزائر العراق، تعادل سلبي ما بين الشقيقين، بينما كرة جزائرية عرضية راسية، الله، لقد حان وقت المحاربين للانقضاض على الصدارة. نعم، بكرة توغاي، براسية محمد أمين توغاي في شباك فالطالب الجزائر هدف، العراق لا شيء. ماذا يجري؟ هل هناك تسلل؟ هل هناك إلغاء؟ أم أن الهدف يلغى؟ ما بين المساعد وحكم الساحة، القرار الأخير ماذا يكون؟ والقرار After a factual review,
player number 4 from Algeria was not in offside position. The decision is goal. إذا هدف للجزائر. نعم، يعاد احتساب الهدف وتستمر الفرحة الجزائرية الآن، بل وتعود بعد احتساب هدف محمد أمين توغاي. الجزائر هدف، العراق لا شيء. التقنية هي التي قالت كلمتها في اللقطة الماضية. الهدف سليم، الهدف صحيح، الوضعية السليمة. هدف محمد أمين توغاي سليم في اللقطة الماضية. نعم، لقد حان وقت المحاربين للانقضاض على صدارة الترتيب. في وسط الميدان عن طريق فيكتور لكحل، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيسر. هناك حيث ياسين، حيث السحار، حيث المهاري، حيث الرائع، وحيث الهدف الأول للجزائر. النيران الصديقة هي من تمنح الجزائر ثاني الأهداف. الجزائر هدفان، العراق لا شيء. من ياسين إبراهيمي في كرة عرضية، فهد طالب في التصدي، لكن الكرة أبت إلا أن تسعد الجزائريين، أن تسعد هذه الجماهير الحاضرة هنا. هدف عكسي في الشباك العراقية. بولبينا يحاول، بولبينا في كرة لمصلحة المنتخب العراقي، عادت إلى خطأ على يوسف عطال في اللقطة الماضية. خطأ سيغادر أرضية الملعب سجاد جاسم، والبديل هو حسن عبد الكريم في تشكيلة الملعب. إلى رمية تماس للعراق، تلعب سريعة. علي جاسم يكسر هذه الكرة، بتعود جزائرية، تقدم سريع، انطلاقة جزائرية تأتي، ما زالت مستمرة، فرصة عرضية خطيرة، والكرة بتعود بعد ذلك من الدفاعات العراقية والتسلل. تسلل كان طريق علي، عن طريق جاسم. علي جاسم ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن. عبد الكريم في كرة، حسين أو حسن عبد الكريم يحاول فيها من اليمين، هنا مر، هنا تقدم، ولكن سقوط، وبعد ذلك إلى ركلة مرمى. كان يطالب بوجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية حسن عبد الكريم. حكم اللقاء بتعود عراقية في وسط الملعب. ياسين وما يفعل، سحره طاغي داخل أرضية الملعب، لكن السحر العراقي قادم. علي جاسم يطلب الكرة، بينما الفرصة ما زالت قائمة. تحولت هنا من الطرف الأيسر، رمية جانبية للمنتخب العراقي. رمية تماس، رمية جانبية، اعتراض من أحمد يحيى، اعتراض من أحمد يحيى. كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة. كرة عراقية من الرواق الايسر من جديد، كرة ما زالت مستمرة عن طريق احمد يحيى، والعرضية لا تأتي لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس فريد شعال. اما الامارات وحتى الان الاردن، بينما كرة للجزائر عرضية ترسل، التغطية من أكام في اللقطة الماضية. وصول بعد ذلك لمصلحة المنتخب العراقي. علي جاسم عندها كرة في وسط الميدان، بينية ممتازة، لكن تغطية موجودة. كرة جزائرية، انطلاقة جزائرية، وصلت إلى عادل، إلى الفنان بولبينا، 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 والتسديد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذا لعيب، هو بجاسم التمرير، لكن كرة مقطوعة، بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الجزائري. بولبينا تقدم، بولبينا عنده كرة، بولبينا ما زال، بولبينا، بولبينا، بولبينا يا فنان يا لعيب. الله الله على بولبينا وما يفعل بولبينا. عنده هدفين، هو ثاني الهدافين في هذه البطولة. طبعا هداف البطولة علي علوان لاعب المنتخب الأردني. مصلحة المنتخب الجزائري عودة إلى الخلف، وصلت إلى بنزية، عادل، بولبينا، بنزية، ولا أروع. يا هي روعة، عكس اتجاه اللعب. أكام يتقدم، أكام عنده كرة. علي جاسم من الرواق الأيسر، علي يحاول أمامه الناس، لكن آدم الناس غطى، وتتحول الكرة. أشرف، الكرة تلعب في وسط الملعب. فيكتور لكحل ينقل الكرة من الطرف الأيسر، استلام من عادل. بولبينا يحاول، عادل والعرضية ولا أروع. سليماني والتصويب، لكن هناك أكام، هناك أكام غطى في اللحظة الأخيرة، وهناك أكام أبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية خطيرة. كانت الكرة باتجاه إسلام،
باتجاه سليماني كان يتسائر من أجل الثالث، عرضية عالية راسية تبعد، الكرة بتعود مرة أخرى لتعود مجددا للمنتخب الجزائري. عودة للخضر، عودة لمحارب الصحراء، عودة 7 أهداف. كرة منقولة من الطرف الأيمن، تقدم بعد ذلك في اليمين، محاولة المرور والناس يحاول والناس مر والناس توغل، بينية الإسلام سليماني لكن فالطالب، وهناك التسلل فيما يبدو. سليماني والتسلل نعم كان موجود، التسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة في الكرة الماضية. هذه كرة آدم والناس واضح التسلل. زكريا دراوي، لعيب زكريا دراوي مميز جدا في وسط الميدان. كرة منقولة عن طريق سليماني لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس أمجاد ماضي بطل آسيا 2007 العراق الذي تأهل إلى كأس العالم ويريد كذلك أن يصل، لكن هنا لدينا بولبينا، هذا الفنان، هذا الساحر. الله 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 الله، يا له من بولبينا. ألم أقل هذا هو سحار الجزائر الجديد؟ اي نعم، وإن طال الوقت أو قصر، بولبينا سيكون في يوم من الأيام. يتقدم حسن، يحاول عودة إلى الخلف، لمن في وسط الميدان؟ علي جاسم يطلب الكرة في اليسار، منقولة الكرة لعلي، الكرة منقولة، لا ليست لعلي، أحمد يحيى، ممتازة من أحمد يحيى بكرة عراقية عرضية، جول لا ضاعت. العراقي هو من رد كرة العراقي في اللقطة الماضية. الإبعاد لم يكن من المدافع الجزائري في الكرة الأخيرة، بل كان من اللاعب العراقي، وبالتالي فرصة تقليص النتيجة تضيع على المنتخب العراقي. شهيد الكرة من أحمد يحيى من الطرف الأيسر، هنا السلام، هنا تمرير في اليسار، هواي بنزية، محمد جواد سيدخل في تشكيلة العراق. بينما كرة منقولة آدم والناس راح والناس قدم، ممتازة، هوبا الثالث يضيع بغرابة من رفيق إيطان، سدد كرة لكن إلى أين؟ إلى الجمهور الجزائري في اللقطة الماضية. ضاعت فرصة الهدف الثالث، عمل فردي مميز من جانب آدم والناس. آدم بهذا الشكل تقدم، انطلق، مرر كرة، تصدى فهد بنزية، يرسل كرة إلى أقصى اليسار، السلام من جانب هواري بعوش، هواري في كرة ما زال، عودة إلى الخلف، توغاي يرسل هذه الكرة عالية باتجاه سليماني، عرضية لكنها سهلة عند الحارس أو عند المدافع أكام في وسط الملعب، لمسة ومن ثم تفويت، الكرة بالكعب، علي جاسم عنده كرة يحاول فيها، علي يسقط، لا وجود لخطأ، عادت للمنتخب الجزائري مرة أخرى. منقولة كرة في وسط الملعب، تمريرة من الطرف الأيمن، كرة جزائرية انطلاقة من أجل الثالث، سليماني، ضاعت كرة إسلام سليماني في اللقطة الماضية، خطيرة كانت من سليماني، كرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى. فرصة من سليماني